طلقت زوجتي بعد قصة حب كنا نعتقد أنها دائمة، لكن ما حدث كان مفاجأة. أهلا بكم أصدقائي في قصة جديدة من قصص وحكايات داليا سلام، وإن شاء الله قصة النهاردة تحوز إعجابكم وناخد منها الحكمة والعبرة. قصة النهاردة بعنوان بقايا أمنيات. وما تنسوش إذا عجبتكم القصة تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، عشان إن شاء الله ده بيساعدني إني أستمر وكمان يوصلكم مني كل جديد. تقول القصة: تزوجتها بمساعدة والدها المحترم الذي أسس لنا بيتا نتزوج فيه. بسبب صعوبة أحوالي المادية ساعدنا لإلحاح ابنته عليه وتمسكها بي وثقتها الشديدة فيه، فأهدانا البيت والأثاث ليسعد ابنته. في شهرنا الأول كنا أسعد زوجين، وكانت كفراشة من شدة سعادتها لا تريد أن نخرج من بيتنا لشدة ما تحبني. لا أخفيكم أمرا، كنت أنا الآخر أبادلها نفس الشعور، رغم قولي الدائم لها: لا تقيدي حركتي، أنا رجل أحب الخروج برفقة الأصدقاء. كانت تحزن وتقول: وأنا لا أحب سواك. هكذا كانت زوجتي مرهفة المشاعر. بدأ الأهل في دعوتنا للغداء مرة وللعشاء أخرى، وكنا نستأنس كثيرا معهم، حتى ذات يوم قلت لأمي: سأترك زوجتي عندكم الليلة وأخرج مع أصدقائي. رأيت في عينيها نظرة حزن، لكن خرجت سريعا وبقيت هي معهم. وفي اليوم التالي عدنا لبيتنا ولم تقل سوى: هل استمتعت؟ قلت: نعم، وأنتِ؟ يومها لم تجب، لكن لم أهتم، وأمسكت هاتفي منشغلا به. ثم في المساء قررت السهر مع رفاقي لتبدأ في اعتياد حياتي. اتصلت أمي ذات يوم: تعال للمبيت عندنا. قلت لها: وزوجتي؟ قالت: لا، نريد الجلوس معك بمفردك. أرسلت رسالة لزوجتي أخبرها فيها بمبيتي عند أهلي، فلم ترد على رسالتي، وأكملت معهم السهرة التي كان الحديث فيها عن زوجتي. زوجتك لا تحبنا، يبدو أنك لم تعلمها كيف تحترم أهلك. قلت لأمي: لم يحدث، هي طيبة وابنة كرام. تنفعل أختي: لم نجد فيها خصلة جيدة، ولا أدري لما تزوجتها. تكمل أمي: عليك بالقسوة قليلا عليها حتى تملك زمام الأمور في بيتك. تزيد أختي: ها أنت هنا لساعات، وتلك المهملة لم تسأل حالك ولم تتصل للسؤال عنا. وطوال ليلة كاملة كان كل الكلام على نفس الشاكلة. وفي اليوم التالي اتجهت لبيتي في غضب شديد منها ومن إهمالها لي ولأهلي. دخلت وكانت تنام على الأريكة وجميع المصابيح مفتوحة. انتفضت من صراخي: ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ أرعبتني، ألا يكفي أني نمت وحدي؟ كنت خائفة. اقتربت حتى تضمني، لكني أبعدتها بقسوة واتهمتها بوابل من التهم والتقصير. بدأت في البكاء الشديد فلم أعرها أي اهتمام، وأنا أقول داخل نفسي: يجب أن أقسو عليها كما قالت أمي حتى لا تتعبني. ولشهور بعدها أصبح هذا تعاملي معها، أزيد وأهجر وأذهب للمبيت عند أمي، خاصة أنها قالت: حيث تبيت عندي ستغار عليك وتحبك أكثر. ولم أفعل سوى الامتثال لأمي، بينما لم تكن تفعل سوى البكاء، ولم تخبر أهلها عن شيء، رغم خوفها من الوحدة وحزنها من هجري لها. وحين أجتمع معها وبأقل كلمة تنسى كل ما كان. لم تكن تجمعنا سوى لحظات بسيطة من السعادة يتبعها زيارة لأهلي، فما تمضي الليلة إلا ونشب بيننا خلاف. فترت علاقتنا كما فترت هي تماما. لم تعد تشكو سوء معاملتي، ولم تعد تعاتبني، ولم تعد تبكي لفراقي. تذهب عند أهلي وتستمع كل كلامي دون رفض أو نقاش، تلبي كل طلباتي لكنها بلا روح. حدثت أمي عما كان، فقالت: لا تهتم، هذه ألاعيب النساء، ولو امتثلت لها ستزيد وتزيد ونعود لنقطة الصفر. وخلال هذه الفترة تزوجت أختي وانتقلت للعيش مع زوجها في منطقة أخرى،
وكم كانت سعيدة في أيام زواجها. عدت ذات ليلة في ساعة متأخرة كعادتي، فوجدت زوجتي تجلس على أريكتها بوجه شاحب وعيون باكية حمراء. قالت: أريد الطلاق. وددت التمسك ومحاولة التراجع عن طريقتي، لكن تذكرت كلمات أمي: ربما هذه إحدى ألاعيب زوجتي، لنعود لنقطة الصفر. قلت ببرود: ليكن. تصلك ورقة طلاقك وقتما تريدين. تركتها وذهبت لبيت أمي أسرد على مسامعها ما حدث. قالت: غبي، تركت لها البيت. قلت: هو بيتها، بيت والدها. قالت: لكن هناك مؤخر، اطلب منها التنازل عنه كي تطلقها. تنهدت بألم، لكن يا أمي لا أريد طلاقها، أنا أحبها. انتفضت من مكانها. ستعود لك وتتوسل هي وأهلها. طلقها، أليست هي من طلبت؟ أدبها حتى لا تكررها. أين كرامتك؟ ومن جديد اقتنعت بكلمات أمي وأرسلت إليها: تنازلي عن المؤخر، تصلك ورقة الطلاق خلال يومين، وإلا فبيننا وقت طويل حتى تتنازلي. لم تمض الدقيقة إلا وقالت: موافقة. وخلال 3 أيام افترقت أنا وهي. شجعتني أمي على المضي في طريقي وعملي وعدم الاكتراث بها أو محاولة حديثها، لكن كنت مشتاقا جدا إليها وأنتظر لحظة عودتها. وبعد شهر واحد من الانتظار قالت أمي: سأخطب لك عروسا من اختياري. صدمت. عروس؟ وزوجتي ماذا عنها؟ قالت: أصبحت طليقتك، ثم أنها لم تعد ولم تقدر قيمتك ولا تحبك أبدا. ما من امرأة تطلب الطلاق إلا وهي كارهة لزوجها. قلت: ماذا تعنين؟ هكذا انتهت الحكاية بيني وبينها. قالت: هي الخاسرة. تركت أمي يومها وخرجت إلى الشارع، لا أدري إلى أين أذهب، وقد اسودت الدنيا في عيني. كيف كنت مغيب طوال هذه الفترة، وحتى هذا الحد ضيعت زوجتي التي أحب بيدي. حاولت الاتصال بها لكنها لم ترد، ولأيام بعدها حاولت تقصي أخبارها وعرفت أنها مريضة، معزولة عن الجميع، لا تذهب ولا تجيء. وبعد فترة اتصلت هي: كيف حالك؟ قلت: بخير، اتصلت بك كثيرا. قالت: ماذا هناك؟ فقلت: أردت الاطمئنان عليك. قالت: حقا؟ ثم تابعت: اتصلت بك لأمر ضروري. تلألأت السعادة أمامي وأنا أستعد لسماع طلبها للعودة لي. قالت في هدوء: أيام كنت أبيت عند أهلك كنت أترك بعض الملابس لي عند أختك. أريد هذه الملابس، فلم يعد من اللائق أن تبقى في بيتكم. شعرت بالخيبة الشديدة، لكن بعدها أغلقت معي على وعد البقاء في الغد لأحضر لها ما طلبت. بت ليلتي أفكر فيها وكم كنت مشتاقا إليها، وأنا أحدث نفسي: سأراها في الغد ضعيفة حزينة باكية، سأربت على يدها وأقبلها فتهدأ ونقرر العودة. وهكذا نمت على أمل الغد. لكن الغد جاء، وجاءت معه هي في كامل جمالها وحيويتها وأناقتها. ناولتها ملابسها وأنا أقول: تصورت أنك حزينة لفراقنا. ابتسمت وقالت: كم مرة فارقتني فيها ونحن متزوجان. لقد اعتدت البعد والفراق والهجر وطريقتك الجافة والحادة معي، والآن لا يفيد الكلام. أريد أشياء التي كانت عندكم. استلمت أشياءها وتركتني وذهبت، وأنا أتحسر وأبكي من داخلي على ما فات وما فعلت بها. ثم ذهبت إلى أمي وقصصت عليها ما حدث، فقالت لي: هي الخسرانة، سيعوضك الله بأفضل منها، ولا أعتقد ذلك تماما. أما أختي فكانت تعيش في أول زواجها حياة سعيدة، ثم بدأت تشتكي وتبكي في الهاتف لأمي أنها زوجها تغير عليها تماما وأصبح يعاملها بكل جفاء وقسوة، حتى أنه في بعض الأحيان يمد يده عليها.
فذهبت إلى أمي